السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الكرام، مرحبا بكم من جديد في قناة الراصد الجوي. إذا اليوم إن شاء الله يوم السبت 7 من شهر شتنبر، الموافق ليوم 7 سبتمبر أو 7 أيلول. سنطارد عاصفة رعدية قوية متوقعة بمنطقة الحوز إن شاء الله، حيث تشير معظم المراصد العالمية والمراصد المحلية، خصوصا المرصد المحلي المغربي، لاحتمال هطول أمطار غزيرة بمنطقة الحوز قد تتعدى 70 ملم، وهذا قد يتسبب لا قدر الله في تشكل السيول، وكذلك العواصف الرعدية القوية والتساقط المحلي للبرد. وسوف نتوخى أقصى درجات الحيطة والحذر. إذا الآن سوف نتجه إلى منطقة الحوز، الطريق الرابطة ما بين مدينة مراكش ومنطقة أوريكا. الآن نحن نتواجد بمدينة مراكش، لازلنا في نقطة البداية الساعة 10:30 بتوقيت غرينتش، يوم السبت 7 من شهر شتنبر أو 7 من شهر سبتمبر أيلول. كما تلاحظون بدأت، وهنا نلاحظ مجموعة من السحب الركامية التي من المحتمل أن تتقوى خلال ساعات ما بعد الظهيرة بحول الله. إذا نلاحظ متابعينا الكرام من خلال ما نراه في الواقع اتجاه الكتلة الهوائية المدارية نحو المناطق الجنوبية الشرقية للمغرب، وتنقسم إلى قسمين: قسم يذهب ناحية المحيط الأطلسي، القسم الأقوى يذهب نحو منطقة الجنوب الشرقي في المغرب. والسبب هو وجود حاجز المرتفعات الأطلس الكبير. كما ترون متابعينا الكرام، هذه السلاسل المرتفعة تلعب دور في انقسام الكتلة الهوائية المدارية والقسم الأوفر يكون من نصيب المناطق الجنوبية الشرقية في المغرب وإقليم سوس، وكذلك الأقاليم الجنوبية في المملكة المغربية. ثم القسم الآخر يكون من نصيب منطقة الجديدة والصويرة وسيدي بنور، وكذلك منطقة آسفي والرباط سلا القنيطرة. الآن بداية تشكل السحب الركامية. الآن بداية تشكل السحب الركامية خلف مرتفعات الأطلس الكبير. كما ترون السحب المنخفضة تدل على ارتفاع نسبة الرطوبة في الطبقات الجوية العليا. إذا الآن نحن على مشارف منطقة أولماس، جنوب غرب منطقة أوريكا بالضبط، النقطة الكيلومترية 25، الساعة 11:30 صباحا. وكما تلاحظون بدأت السحب الركامية تتقوى شيئا فشيئا خلف مرتفعات الأطلس الكبير بإقليم الحوز، وهناك توقعات متابعينا الكرام بأن تبدأ الهطولات المطرية الرعدية خلال الساعة 3 زوالا إن شاء الله. الآن بدأت السحب الركامية المدارية بالتوغل بمقدمة مرتفعات الأطلس الكبير كما ترون بالناحية. في انتظار قوة الاضطراب الجوي إن شاء الله الساعات القادمة.
هذا هو جهاز الإنذار المبكر، وهو نظام التنبؤ والإنذار المبكر بالفيضانات في كل من حوضي أوريكا وغيغايا، وهي هبة من الشعب الياباني إلى الشعب المغربي. بداية ظهور تيارات الحمل الحراري الآن. مجموعة من السحب المتوسطة كما ترون، تتجه نحو المرتفعات الجبلية. الآن يتم تسخين الهواء الملامس للأرض لتكوين ما يسمى بالتيارات التصاعدية، وهذه التيارات التصاعدية سيكون لها وقع إن شاء الله في تقوية حالة عدم الاستقرار الجوي خلال ظهيرة ومساء اليوم بحول الله، وهذا ما ننتظره. الآن الساعة 2:30 بتوقيت غرينتش. نلاحظ من خلال ما نراه في الواقع دخول مجموعة من السحب الركامية والمتوسطة من المناطق الغربية لمرتفعات الحوز نحو المناطق الشرقية. هذه الخلايا والسحب الركامية إن شاء الله ستتقوى خلال الساعات القادمة نظرا لتمدد الهواء الرطب والدافئ في الطبقات الجوية السفلى نحو الطبقات الجوية العليا، مما سيساهم في تكثف السحب بقوة. جل الرطوبة المخزنة هنا ستصعد بفعل التيارات الحمل الحراري إن شاء الله، خصوصا خلال فترات ما بعد الظهيرة. كلما ارتفعنا عن مستوى سطح البحر قل مقدار الضغط الجوي، ولهذا فهذه المنطقة تستقبل كميات تتراوح ما بين 700 ملم إلى 1000 أو أكثر في السنة. نلاحظ نوع من الضباب الخفيف الأبيض الذي يظهر في مقدمة السلاسل الجبلية كما ترون. يعني سوف تلاحظون يعني ضبابية نوعية في ذلك الموضع، وهذا بسبب ارتطام الرطوبة الآتية من السفوح والسهول المجاورة للأطلس وتصطدم بالمرتفعات، وبالتالي لا تجد منفذ سوى الصعود نحو الطبقات الجوية العلوية. كما ترون هذه الرطوبة تظهر في السماء وتتحول إلى سحب كثيفة ثم سحب ركامية وهكذا، ثم الخلايا الرعدية القوية والفائقة التي تعطي أمطار غزيرة، خصوصا عند حدوث حالات عدم الاستقرار الجوي وتوفر مجموعة من التيارات العلوية
المرافقة للمنخفضات الآتية من شمال أوروبا. الآن نحن على ارتفاع 2000 متر فوق سطح البحر. معدل درجة الحرارة منخفض نوعا ما مقارنة بالسفوح والمناطق المنخفضة المجاورة للأطلس. تبارك الله. إذن الآن يظهر من خلال ما نراه في الواقع بداية تكاتف السحب بقوة وصعود الكتلة الرطبة نحو الطبقات الجوية العليا. بداية تساقط الأمطار، الودق كما تلاحظون مشاهدي الكرام. إذن بداية الرياح القوية التي تدل على بداية العاصفة الرعدية الآن.
والقادم كذلك من دوار أكادير، يعني دوار يسمى بأكادير، على بعد تقريبا 10 كيلومترات من منطقة ستي فاطمة.